عليكم، أهلا بكم. معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة، والحديث عن مباراة النادي الأهلي وصن داونز في ذهاب نص النهائي للدوري الأفريقي. وقبل أي حاجة، اللهم انصر إخواتنا المستضعفين في غزة نصر عزيز مقتدر. ورسالتي ليهم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن شاء الله نصر ربنا قريب. فاللهم انصر إخواتنا المستضعفين في غزة نصر عزيز مقتدر. اول حاجه عايز اتكلم عليها هو ان فريق صن داونز مش في حالته، وان فيه لعيبه كتير اساسيه مؤثره غايبه للاصابه. يعني فريق صن داونز ما عملش عليك نفس الخطوره اللي بيعملها عليك كل ماتش انت بتلعبه في جنوب افريقيا. وكمان حاجه تانية، ان فريق صن داونز اصلا ما كانش عايز يشارك في البطوله ديت، ولما شارك في البطوله ديت كان عايز يشارك بفريق الشباب. فمعروف طبعا ان اقوى فريق داخل افريقيا من ناحيه الانتشار واللعيبه الفرديه واللعب على الارض هو فريق صن داونز. ومش غريبا لو انا قلت لك ان الفريق الشباب اللي هو كان عايز يشارك بيه قادر ان هو يفوز بالبطوله ديت. بس الفرق الوحيده القادره على هزيمه صن داونز هي فرق شمال افريقيا، الفرق اللي هي مثلا زي النادي الاهلي او النادي الوداد او نادي الترجي، ودوت في حاله ان ماتش الذهاب يبقى على ارضها وان هي تفوز بفارق هدف او اتنين. وفي ماتش العوده طبعا اللجوء للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتده والكرات الثابته واللي هم مميزين فيها. ففريق مثلا زي فريق الوداد معروف عنه ان هو مميز جدا في لعب الكرات الثابته، وان هو مش مميز فيها وخلاص، لا هو بيطورها كل مره. يعني كل سنه هتلاقي نادي الوداد افضل في الكرات الثابته عن السنه اللي قبليها. فلو احنا جينا لصعوبه المباراه ديت تحديدا على النادي الاهلي، فهي ما كانش من ناحيه الجو او ناحيه الرطوبه او من ناحيه الملعب، لان انت مش بتلعب في عز الشمس. الدنيا كانت بتمطر النهارده في قلب الماتش، ولكن الصعوبه هنا في المباراه ديت ان الصعوبه هي مباراه الذهاب في جنوب افريقيا. فانت كلنا عارفين طبعا ان السفر من مصر لجنوب افريقيا متعب ومرهق، فما بالك انت هتسافر لمباراة الذهاب وهتسافر برضه لمباراة العودة، في ظل ان الفرق ما بين مباراة الذهاب ومباراة العودة هم يومين بس، عكس صن داونز اللي لعب مباراة الذهاب على ارضه ومباراة العودة في دور ربع النهائي كانت على ملعبه برضه. فهو فضل في جنوب افريقيا ما لعبش اي ماتش الاربع ايام اللي فاتوا، بعديها لعب ماتش الاهلي النهارده، بعديها كل التعب اللي هيتعبه ان هو هيسافر لمصر يلعب ماتش العودة. ان شاء الله حتى يقعد في مصر سنتين مش هتفرق معاه بعد كده. اما بقى عن مباراة النهاردة، فمارسيل كولر كان حاطط في دماغه مباراة العودة اللي على استاد القاهرة، في ظل ان هيبقى ملعب بنسبة كبيرة مليان بجماهير النادي الاهلي، وان صن داونز مش هيقدر يلعب ماتش العودة زي ماتش الذهاب، وان هو من الافضل لفريق صن داونز ان هو يخلص على الاهلي من ماتش الذهاب. ولكن الحمد لله يعني ان النتيجة خلصت 1-0 بس، في ظل ان النتيجة كانت ممكن تبقى اكتر من كده بكتير لصالح صن داونز. فمارسيل كولر ركن حسين الشحات على الدكه وما قررش ان هو ينزله، ركن امام عاشور على الدكه وما قررش ان هو ينزله، واعتقد ان امام عاشور عنده اصابه اصلا. بس اول حاجه مارسيل كولر مش بيعتمد على اي لاعب مش جاهز بدنيا 100%، وان هو قال بعد مباراه سيمبا اللي فاتت ان امام عاشور مش بيتدرب بشكل كويس. ما اظنش ان الكلام دوت اصلا هيحصل، بس المشكله ان مارسيل كولر مدرب كبير مش بيرمي بلعيبته للنار كده للصحافه على طول مره واحده. انما امام عاشور هي المشكله في ان هو خايف ان حد يوم جاي قايل عليه ده عنده اصابه مزمنه، سواء من جماهير نادي الزمالك، وكلنا عارفين طبعا اللي هيتقال من الاعلام المصري او اي حاجه تانية، فهو قرر ان هو يركنه على الدكه. او حتى بكهربا اللي بينطبق عليه برضه نفس الكلام، وان هو عنده اصابه او مش جاهز 100%، فقرر ان هو يركنه لمباراه العوده ويكون جاهز بدنيا 100% وما يرهقوش. حاجه تانية، ان لو اللاعب نزل مثلا في الماتش دوت والاهلي خسر بهدف او باتنين او باي نتيجه، ممكن النفسيه بتاعته او معنويات اللاعب تنزل بشكل كبير. فان هو في اليومين دولت مثلا يعالج لاعب ما لعبش اصلا المباراه معنويا، احسن ما يعالج معنويات لاعب لعب المباراه وخسر بنتيجه كبيره، فما يقدرش يعالج المعنويات بتاعته بشكل كبير. فانا عايز اقول لك ان مارسيل كولر بيعتمد على المباريات اللي هي خارج ارضه على رضا سليم،
ليه؟ لان رضا سليم لاعب مهاري وسريع جدا، فهو الماتشات ديت اصلا رضا سليم بيحبها، ودوت اللي ظهر في مباراه سيمبا الاولانيه في على خارج ملعبنا، سواء رضا سليم سجل هدف، اول هدف ليه مع النادي الاهلي، ودوت برضو اللي ظهر النهارده في مباراه الذهاب باستثناء رضا سليم، واللي هو الاعتماد على صلاح محسن كراس حربة. فنقدر نقول ان النادي الاهلي قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي ودون المستوى على المستوى الهجومي. فانا ما اقدرش اقول ان الاهلي قدم مباراة مميزة على المستوى الدفاعي، علشان اقول كلمة مميزة ديت لازم ان النادي الاهلي يكون طلع كلين شيت، او ما كانش فيه اخطاء دفاعية، او النادي الاهلي ما راحش عليه فرص كتيرة بسبب قوة الدفاع او قوة الحارس. وللاسف ان مش كل الحاجات ديت حصلت بنسبه 100%. فزي ما احنا ما عارفين لعيبه صن داونز عندها وعي تكتيكي كبير، فكل لاعب في صن داونز قادر ان هو يلعب في اكتر من 3 مراكز في نفس المباراه. يعني في طريقه اللعب الجديده واللي بيطبقها صن داونز اللي هي WM، هتلاقي ان الثلاثه لعيبه قلب الدفاع، هتلاقي مره الظهير الايمن هو اللي ثابت جنب قلبي الدفاع، مره هتلاقي الظهير الايسر هو اللي ثابت جنب قلبي الدفاع، في هجمه ثالثه هتلاقي واحد من لعيبه الوسط هو اللي ساقط في نص ال3 مدافعين. فكل اللعيبه بتاعت صن داونز عندها وعي تكتيكي كبير. يعني الظهير الايمن لصن داونز في مباراه النهارده لعب كوينج، ولعب كراس حربه، ولعب كقلب دفاع كمان، ولعب كمان دخل في عمق الملعب في اكتر من هجمه، وكذلك برضو الظهير الايسر. ده غير اهم ميزه وهي التحرك الحر لجميع عناصر الفريق الهجوميه، ودوت اللي هيخليك ما تعرفش تعمل مراقبه للعيبه. يعني مثلا علي معلول مش هيقدر يمسك الجناح اللي عليه، لان الجناح دوت هتلاقيه مره بيلعب كوينج رايت، مره كوينج ليفت، مره هتلاقيه كراس حربه وما بين المدافعين، مره هتلاقيه نازل هو اللي صانع لعبه وبيبني الهجمه. فكل الكلام دوت بيؤدي الى خلخله الدفاع، ومن ثم بعد خلخله الدفاع لعب طويله ما بين قلبين الدفاع او في ظهر قلبين الدفاع والاظهره، او حتى التسديد من بعيد، او حتى لعبه عرضيه. وطبعا الكلام ده كده كله كان متمركز ناحيه الجبهه الشمال، الناحيه اللي موجود فيها علي معلول. فكولر ادى تعليمات لرضا سليم بالرجوع ومساعده علي معلول دفاعيا، واصبح بيعتمد على الرسم التكتيكي ال5-3-2 او ال5-4-1 في الحاله الدفاعيه، بوجود بيرسي تاو ساعات كان بيتقدم جنب صلاح محسن ويضغط معاه، وساعات كان بيرجع يساند محمد هاني دفاعيا، ومحمد مجدي قفشه كان بيرجع امام علي معلول ورضا سليم اللي كان موجود كظهير ايسر، وعلي معلول اللي كان بيضم كمدافع ثالث علشان يقفل الهاف سبيس او المنطقه اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع، او ما بين الظهير والوينج. علي معلول هو اللي كان مسؤول عن غلق المساحه ديت، ومحمد مجدي قفشه هو اللي كان بيقابل قدامهم. واصبح فريق صن داونز بيعتمد على العرضيات المبكره، والحقيقه العرضيات المبكره ديت اسفرت عن هجمات خطيره جدا على مرمى النادي الاهلي، ومن ضمنهم كورتين خطيرتين جدا اتعامل معاهم محمد الشناوي، واللي هم كانوا عرضيات في ظهر رامي ربيعه. ولكن الشوط الاول بشكل عام حاول النادي الاهلي تعطيل اللعب او اللعب بكلاح على راي ممدوح نصر الله، وان صن داونز ما ياخدش راحته في بناء الهجمه او ما يعملش هجمات خطيره كتيره على النادي الاهلي، وهو دوت اللي حصل. والاعتماد طبعا على سرعه ومهاره رضا سليم في الجانب الامامي هو وبيرسي تاو، اللعب كجناحين، وان رضا سليم كان هو اللي بيعطل اللعب اكتر من بيرسي تاو. فرضا سليم كان كل هجمه كان يتضرب يقع ياخد وقت اكتر، والنادي الاهلي كان بيساعده وان هو كان بياخد وقته في لعب كل كره ثابته. اما بقى في الشوط الثاني النادي الاهلي نزل فتح خطوطه وحاول ان هو يعمل مبادره هجوميه ويباخت صن داونز. ده غير ان فريق صن داونز كان هو على طول الفعل في المباراه، فلما لقى الجبهه الشمال مقفوله من النادي الاهلي قرر ان هو يلعب على الجبهه اليمين، واللي موجود فيها محمد هاني وبيرسي تاو، واللي ما كانش بيرجع فيها بيرسي تاو يدافع زي ما احنا ما قلنا بنفس القوه اللي كان بيرجع بيها رضا سليم. وطبعا سبب تفوق صن داونز اصلا في الجبهه ديت على محمد هاني باستثناء رجوع بيرسي تاو هو ان محمد هاني اصلا مجهد، لان هو الفتره اللي فاتت لعب كل الماتشات مع النادي الاهلي من بدايه الموسم مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ودوت اللي كان ظهر في الشوط الثاني في مباراه سيمبا اللي فاتت. فكان التدخل من كولر، واللي زي ما احنا ما قلنا ان هو كان ردة فعل طول احداث المباراه، وان هو نزل اكرم توفيق مكان محمد هاني بعد استقبال الهدف الاول والهدف الوحيد لصن داونز في المباراه. والحقيقه اكرم توفيق نزل وقدم مباراه جيده جدا، ولكن في اول لمسه ليه استلم الكره غلط جوه ال 18 وكانت ممكن تبقى هدف لفريق صن داونز. اما بقى عن بقيه المباراه فما كانش فيه رده فعل حقيقيه من النادي الاهلي تدل ان النادي الاهلي هيسجل هدف التعادل، حتى ولو ان هو راح ببعض الفرص
اللي مش خطيرة او الفرص اللي هي مش كتيرة اصلا، ولكن كان الهدف الاهم في المباراة هو عدم استقبال الهدف الثاني. اما بقى لو احنا رحنا للتبديلات لكولر، وحط في دماغك ان كولر مركز على مباراة القاهرة، يعني انا هحاسب كولر على مباراة القاهرة، لان مباراة صن داونز في جنوب افريقيا قلنا ان هو واخدها ان هو يطلع باقل الخسائر علشان مباراة القاهرة يعوض فيها. فكان البديل الاول هو موديست اللي لمس الكرة مرة واحدة بس طول ال 27 دقيقة اللي لعبهم. فلك ان تتخيل ان اللمسة ديت كان باص جاي له، قام جاي مباصيها من لمسه واحده، مريحها مش عارف اللي كان مين اللي كان بيلعب، كان طاهر تقريبا، مريحها لطاهر من لمسه واحده، يعني حتى ما استلمش الكره قام جاي مباصي، لا هو تريحها من لمسه واحده على طول. فانا كنت اتمنى ان اللي ينزل كراس حربه هو طاهر محمد طاهر لاستغلال سرعته وقوته البدنيه واللي هو معروف بيها في سواء في الضغط او في الجري او في الالتحامات الهوائيه، ونزول احمد عبد القادر كوينج شمال مكان رضا سليم. فانا كنت قلت قبل كده عن احمد عبد القادر ان هو لازم يتعاقب ويقعد على الدكه شويه، لان هو لعيب بيحنكش او مش بياخد الامور بجد اكتر، وان هو كل حاجه عنده المهاره. ولكن انا بقول تقعده على الدكه بعدها تبقى تنزله كبديل، مش تموت اللعيب خالص وان هو دلوقتي عايز يمشي علشان مش بياخد فرصه خالص. لا، هو احمد عبد القادر شخصيه مهمه جدا، او لعيب مهم، ستايل لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، وان هو اللعيب اللي هو واحد على واحد هيعدي من طوب الارض. وكمان صلاح محسن كان شكله مخضوض، تحس ان هو ما كانش عارف ان هو هينزل يلعب الماتش ده كاساسي، او عرف في التسخين اللي قبل الماتش على طول. وكمان في نقطه تانية عايز اشيد بيها، ان محمد عبد المنعم الموسم دوت شكله هادي ومش بيعترض على الحكم بنفس العنف والقوه اللي كان بيعترض بيها الموسم الماضي. اما بقى النقطه السلبيه هي عدم التفاهم ما بين محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، ودوت اللي ظهر سواء في مباراه النهارده او في مباراه سيمبا اللي فاتت. فكان من الطبيعي ومن المفترض ان اللي ياخد القرار هنا هو محمد عبد المنعم، فان هو مثلا قرر ان هو يشتت الكره فعلى طول هيشتتها، انما قرر ان هو يحجز على الكوره، فمن الطبيعي او لازم او المفروض ان هو يتكلم او يقول للشناوي اطلع امسكها. فهنا سواء الخطأ من ده او من ده، فهو المفروض محمد عبد المنعم يتكلم مع محمد الشناوي، والمفروض محمد الشناوي يبقى عنده ردة فعل سريعة ان هو يطلع يمسك الكرة على طول. وفي الاخر خلاصة المباراة هي الهجوم من جانب نادي صن داونز والدفاع من جانب النادي الاهلي، واقدر اقول ان نادي صن داونز تفوق الى حد ما في ناحية الهجوم، وان النادي الاهلي تفوق الى حد ما في حالة الدفاع. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان المباراة كانت ممكن تخلص باهداف اكتر من كده، ولكن الحمد لله ربنا ستر. فبالرغم من ان عدد الفرص قليلة مقياسا بعدد الفرص اللي فريق صن داونز كان بيعملها على النادي الاهلي في جنوب افريقيا، فنقدر نقول ان المباراة دي كانت ممكن تخلص بهدفين او 3 لولا تألق محمد الشناوي، ولولا الخطأ اللي هو عمله في الهدف اللي دخل مرمانا. ولكن الخطأ الأكبر هنا هو عند مروان عطية، لأن محمد الشناوي كل الخطأ اللي عمله إن هو قدر إن الكورة طالعة بره متشاطة، التسديدة أصلا خارج المرمى، فهو قرر إن هو ما يلمسش الكورة عشان ما تبقاش ركنية، ولكن للأسف الكورة خدعته أو ما قدرهاش صح، والكورة خدعته ودخل الجون. وإن هو كان قادر يعني الكورة ديت صعبة أصلا، ولكن مش صعب على محمد الشناوي، لان محمد الشناوي بس ما شاء الله طويل وعنده ردة فعل وليونة كبيرة، فان هو قدر ان هو يوصل للكرة ولكن سحب ايده في اخر لحظة. اما المشكلة بقى او الخطأ الاكبر في الهدف دوت هي نقطة مروان عطية. انا مش هشايل مروان عطية طبعا الهدف بنسبة 100%، لان محمد الشناوي يسأل برضو عن الهدف، ولكن الخطأ هنا في مروان عطية هي مشكلة تأسيس اصلا للاعب. يعني اللاعب، اي لاعب كرة قدم وبالاخص لاعيبة الوسط لازم أن تكون متأسسة على ديت، ان انت قبل ما بتستلم الكرة بتكون شايف الملعب كله وعارف زمايلك ال9 لعيبة غيرك اللي في الملعب متمركزين فين، وال10 الخصم بتوعك متمركزين فين، والمفروض تبقى واخد القرار انت اول لما تستلم الكرة هتعمل ايه اصلا. فانت المفروض تبقى اصلا عارف الملعب، واخد الرؤيه، واخد الفيجن بتاعك، واخد قرارك اللي هو بحيث ان انت تستلم الكرة او تلعبها على طول. فلو احنا خدنا بالنا في لقطة الهدف، هو اللاعب اصلا كان بعيد جدا عن مروان عطية. مروان عطية استلم الكرة، بعديها لف عمل بروتايه كده، بعديها قام جاي باصص على الملعب، ما لقى محمد هاني كان فاتح له الملعب، ولقى علي معلول كان فاتح له الملعب، كان ممكن يلعبها له، وكان ممكن يرجع لورا على طول من محمد الشناوي او لحد من قلبين الدفاع
وكان ممكن يلعب الكره الطويله على طول، ولكن علشان مروان عطيه ما كانش رفع عينه وما كانش بص اصلا، قرر ان هو بعد لما يستلم الكره وبعد لما هو يلف يرفع عينه. فلما رفع عينه لا لاعب صن داونز كان ضاغط عليه، فقرر ان هو يعمل ميس باص، وبالاخر ادت الى الهدف الوحيد اللي دخل في مرمى النادي الاهلي. ولكن صن داونز استحق الفوز لان هو كان الفريق الافضل في المباراه، هو اللي حاول يستحوذ على المباراه، هو اللي هاجم في المباراه. وحاجه تانية ان هو كان دارس النادي الاهلي وكان بيعتمد على الجبهه الشمال الناحيه اللي فيها علي معلول، ولما لقاها مقفوله حاول من ناحيه اليمين اللي فيها محمد هاني، ولما لقاها مقفوله في الاخر جاله جون كده بركه. حاجه تانية ان هو كان مميز جدا في الكرات الثابته سواء الهجوميه او الدفاعيه. يعني واحد هيقوم جاي لي ازاي صن داونز مميز في الكرات الدفاعيه؟ مميز ان هو عارف ان علي معلول هيلعبها على القريبه، مميز مدارس ان محمد عبد المنعم هو افضل مدافع في النادي الاهلي بيعرف يلعب كرات هوائيه او يعرف يلعب بدماغه، فكان في رقابه اصلا خصوصيا على محمد عبد المنعم. وفي الاخر نتيجه 1-0 هي نتيجه سهل ان النادي الاهلي يعود فيها على استاد القاهره، ولكن اهم شيء في مباراه العوده على استاد القاهره هو ان انت ما تستقبلش هدف زي ما انت ما قدرتش تسجل هدف خارج ارضك. فاهم قاعده للعب خارج الارض هو ان انت تسجل هدف، مش ان انت ما تستقبلش هدف، لان انت ما تستقبلش هدف هو امر صعب جدا ولكن سهل ان انت تسجل هدف. واهم قاعده للعب على ارضك هو ان انت ما تستقبلش هدف، لان سهل جدا ان انت تسجل اهداف. فتعويض عدم التسجيل في جنوب افريقيا هو عدم الاستقبال في القاهره. فان شاء الله ربنا يكرم في مباراه العوده على استاد القاهره والنادي الاهلي يفوز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني 3-0. واتوقع ان كهربا والشحات هيلعبوا في التشكيله الاساسيه، واعتقد كمان ان امام عاشور ممكن يلعب كاساسي في المباراه او حتى كبديل. فلو لا قدر الله النادي الاهلي استقبل هدف في استاد القاهره مطالب ان هو يفوز 3-1 بسبب قاعده الهدف خارج الارض. وبس كده، هو دوت كان كل اللي عندنا عن مباراه النادي الاهلي وصن داونز. وبس كده، كان معاكم محمد مجدي من قناه اللمسه الاخيره، واحب اشكرك لو انت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لو الفيديو عجبك، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.